كتير مننا قبل كده حاول ان هو يرسم بورتريه وراح قعد ياخد في كورسات كتير او قعد يتفرج على فيديوهات رسم كتير جدا بتعلم الرسم او بتعلم الظل والنور او بتعلم النسب. المهم ان هو قعد كتير قوي في حته ازاي يعمل بورتريه شكله حلو، بس للاسف مع مرور الوقت بيلاقي نفسه عمال يضيع وقته على الفاضي ومش عارف يوصل للي هو عايزه، عشان كل اللي نفسه فيه لوحه شكلها حلو تتعلق عنده في البيت. فبيبدا يقول مش مشكله يا سيدي، انا هبدا في الفن التجريدي عشان اطلع بره النسب. بيبدا يتفرج على فيديوهات، بيلاقي ناس بتدلق الوان وبتطلع شكلها حلو جدا بعد ما تدمج، وبيلاقي خلايا ودمج الوان شكله جميل جدا ولوح تحفه ينفع تتعلق وبتبقى اجمل كمان من رسم البورتريه. فيروح يشتري لوحه كانفاس ويشتري الالوان اللي هو بيحبها عشان يعمل لوحه زي اللي هو بيشوفها. اول لما يبدا يدمج الالوان على بعض دي بيلاقيها اتحولت كلها لسوداء والالوان كلها بتخش في بعض والدنيا بتبقى عكه فظيعه. فيبدا يحتار ويقول انا ما حطيتش ولا نقطه لونها اسود عشان لوحه تغمق للدرجه دي. وبعدين يبص على الفيديوهات يلاقي الالوان عماله تجري وعماله تعمل بابلز وبتطلع شكلها رهيب، ومش بيبقى عارف التريكه فين. وهو ده اللي انا جاي اقوله لك في كورس الاكريليك بورنج. كورس الاكريليك بورنج مش بس بيقول لك ازاي تدلق الالوان، لا ده بيقول لك على اهم التريكات اللي انت محتاج تعرفها عشان تطلع الخلايا، عشان تطلع الفروقات بين الالوان وتدمج الوان شكلها حلو مع بعض، وتبقى عارف ازاي تحط اللون ده وامتى، وتبقى عارف ازاي تحضر الالوان وايه النسب وايه الحاجات اللي احنا بنحطها عشان تعمل اللون اللي بيستخدم في الاكريليك بورنج. وتاني حاجه هيقول لك ايه الخلايا وايه الفرق بين الخلايا والبابلز وازاي تعملهم في اللوحه وازاي تطلع شكلهم حلو بعد ما يخلصوا. ورغم ان فن الاكريليك بورنج يبان ان هو عباره عن دلق الوان على بعض وخلاص، الا ان هو ليه اكتر من 6 تقنيات مختلفين تماما عن بعض. كل تقنيه منهم بيطلع افكت مختلف تماما. يعني مثلا عندنا الترخيم وعندنا الصب العشوائي وعندنا صب الاكواب، كل دي حاجات مختلفه تماما عن بعض، وكل طريقه بتطلع لوحه غير الثانيه. وهو ده اللي انا بشرحه لك بالتفصيل جوه الكورس ده. هتتعلم ازاي تشتغل بالوان ميتاليك، ازاي تعمل لوحه بالوان فسفوري، وازاي تستخدم الالوان العاديه خالص. وبعد ما نخلص خالص هقول لك كمان ازاي تخلي اللوحه بتاعتك من احلى ما يكون باستخدام الرزق. هتدي لها فينش زجاجي هينقل لوحتك لمكان تاني خالص. لوحتك هتبقى جاهزه ان هي تتعلق على الحيطه بعد 24 ساعه بالظبط، او هتبقى جاهزه ان هي تتباع، وده يبقى اول اوردر ليك من ايديك. كورس الاكريليك بورنج ده بيشرح لك بالتفصيل الممل وببساطه شديده من الاول خالص لحد الاحتراف. اشترك في كورس الاكريليك بورنج واستمتع بجمال الالوان.